السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا بنات احنا في الوكالة، وانا هنا كده نزلت من محطة جمال عبد الناصر صيدلية الاسعاف وخرجت على تحت كوبري 6 اكتوبر. لقيت بقى العبايات الحلوة دي. العبايات دي كانت ب55 جنيه زي ما انتوا كده شايفين يا بنات. تشكيلة كبيرة جدا من العبايات، عبايات بنص وعبايات بكم ودانتيل وسادة وحاجات كده من زقرشة. هنشوف ده كله النهاردة. وكمان صورت لكم بلوزات صيفي حاجة كده اخر حلاوة، وكمان استند اطفال تحفة جدا. النهاردة الجولة كانت من احلى الجولات اللي انا عملتها. الوكالة كانت فاضية جدا، ممكن بقى عشان رمضان الدنيا كانت رايقة قوي. تشكيلة كبيرة من العبايات موجودة على الستاند ده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. في منهم الفساتين القط البيزك، ممكن تلبسي بقى عليها بلورو ابيض او ممكن تلبسي عليها قميص جينز حلو جدا. وفي منهم بقى العبايات النص كم دي خطيرة. وبصوا الدريس ده كمان شكله كان حلو جدا بقى، ممكن تلبسي عليه بلورو كده زيتي او قميص ابيض هيبقى خطير. يعني بصراحة الستاند كان في حاجات جميلة قوي. كان في ستاند جنبه ب85 جنيه بس كان زحمة شوية، قلت كده اشوفه اكيد لو زحمة كده فاكيد هنطلع بحاجات حلوة فيه. وفعلا كان في عبايات جميلة قوي قوي، وفي كمان حاجات كده جامب سوت ماركات يعني زي ده كده. كان شكله حلو وواسع وجميل ولونه حلو كمان، من الالوان الموضة قوي اللون ده. بصوا العبايات دي كمان حلوة قوي قوي، بستراس كده وواسعة وجميلة وشيفون، تنفع قوي العبايات للعيد. بصوا بقى هنا كمان الفستان ده كان نص كم كده الكحلي والاسود ده، ممكن بقى تلبسي تحتيه كده شميز ابيض او حاجة كان هيبقى خطير. في كمان عبايات حلوة قوي للبيت. بصوا كان شكله حلو ده كمان، وده كده فستان برضو للبيت. وبصوا القط ده كمان بيزك كده للبنات المحجبة اللي بيلبسوا يعني حاجات طويلة لغاية تحت، ده حلو قوي، ده يتلبس بيزك خطير. بصوا كمان العبايات دي حلو، ده ب85 جنيه طبعا مكتوب فيه بدون فصال يا بنات. ده كان تحت كوبري، هو بينزل شغل يا بنات كل يوم جمعة، وموجود تحت الكوبري بتاع اكتوبر. هنا بقى لقيت البلوزات دي ب35 جنيه، وحبيت بقى جدا الستاند ده، من احلى الستاندات اللي في الوكالة. فعلا في حاجات جميلة جدا وشكلها حلو، وفي حاجات واسعة وفي حاجات بنص ممكن تتلبس كبيزك مثلا عليها شيميزات من فوق. ده طالعة موضة جدا الستايل ده. بصوا حاجة كده جميل، بلوزات طويلة وواسعة وشكلها حلو. ده مثلا من ماركة زي ماركة شي ان كده. بصوا الستاند ده خطير جدا، اكتر ستاند عجبني فعلا. حاجات ب35 جنيه، ممكن حتى التيشيرتات القطن دي تجيبيها وتقعدي فيها في البيت على ليجن او حاجة يبقى شكلها تحفة. بصوا الشميز الابيض ده كان بس بقى عيبه ان هو كان ميديم يعني، بس بصوا كم كتان، يعني هو اصلا قماشته كتان، قماشته كانت خطيرة، بس الكم طبعا ضيق ويعني هو مقاس ميديم. يعني لو حد مقاسه ميديم ده كان هيبقى لقطة بالنسبة له. حاجة ب35 جنيه كده تلاقيها على الستاند في الوكالة، حاجة فعلا واو. بصوا ده كمان كان واسع بصراحة. الستاند كان فيه مقاسات بتدوري على صغير هتلاقي، بتدوري على واسع وكبير وطويل هتلاقي. بصوا حاجة زي كده بونشو زي ده خطير، عجبني قوي قوي. يعني ده بقى لو اتلبس تحتيه قميص ابيض او بادي ابيض على بنطلون جينز هيبقى تحفة بجد. بصوا كمان التايجر ده، تايجرات كانت موضة السنة اللي فاتت ولسه برضو مستمرية موضة السنة دي. بصوا القميص الجينز ده برضو عجبني. كمان البونشو الابيض ده جميل قوي ونجوم كده. الحاجات دي تنفع بقى لرمضان، واسعة وجميلة
ممكن تلبسي تحتيها شميز اسود وشارب بينك او نبيتي، هيبقى خطير على بنطلون اسود. يا سلام على الشياكه والاناقه. ما تنسوش يا بنات اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس لو انتم مش عندي، عشان ينزل لكم الفيديوهات اول باول على الصفحه الرئيسيه. بصوا ده كان حلو قوي قوي، ده من 2 اكس، وده كان ماركه برضو. بصوا الكم والطول حاجه كده واو بجد، وفي دانتيل كده على الكم حلو قوي. بصوا دي كمان شيك جدا جدا، طويله وشكلها حلو زي ما انتم شايفين. ببعد بالكاميرا عشان تشوفوا شكلها، بس مشكلتها ان هي يعني 3/4 لازم تلبسي تحتيها بقى كم، اللي هو مكملات الحجاب، او ممكن تلبسي تحتيها شميز او بادي كارينا زي ما انت عايزه. هنا بقى ده من ريد تاج. بصوا يا بنات، وطويل وشكله حلو وواسع. ده برضو تحت كوبري 6 اكتوبر، يعني اول ما تطلعي من محطة جمال عبد الناصر، يعني جنب صيدلة الاسعاف كده، هتمشي شوية هتلاقي كوبري كده، وتحتيه موقف اتوبيسات، هما بقى راكنين جنبهم كده. هتلاقي بقى كمية استندات جميلة زي اللي انا مصورها لكم كده يا بنات. بلوزات ب35، هتلاقي عبايات ب55 زي اللي انا وريتها لكم، هتلاقي عبايات تانية ودريسات وجامب سوت كده ب85، حاجات فعلا اسعارها حلوة. هنا بقى كنت لاقيه لكم البلوزات دي، وقلت برضو هصورها لكم، حاجات بقى كده للعيد شكلها حلو. بصوا حاجه زي كده على بنطلون بيج او بنطلون جينز خطير، شكله حلو، ويتلبس تحتيه اي حاجه، ده لون محايد ينفع معاه اي حاجه. بصوا كمان البلوزه دي كان شكلها حلو، وكان فيها كده دانتيل كده وشيش كده، عامله منظر برضو. بصوا حاجه زي كده، وطويله وواسعه وشكلها جميل. والحاجات دي طلعت موضة تاني على فكرة يا بنات، ولو نزلت اي محل هتلاقي اي بلوزة من البلوزات اللي انا بوريها لكم دي، الحاجات الجديدة دي هتلاقيها ب150، وده اقل سعر بلوزة يعني. بصوا كمان دي كانت حلوة جدا جدا، لو اتلبست على بنطلون ايس وشرب كده مشجر ولا حاجة، يا سلام على الشياكة والاناقة. هنا بقى كان في بلوزات قطن، وكان في شميزات كده مقلمة، وكان في بس حاجات فورمال. الحاجات دي بتبقى خطيرة في اللبس على بنطلون جينز او جيب جينز، هيبقى خطير وطويل يا بنات زي ما انتوا شايفين، وبكم وكل حاجة. عديت بقى ووصلت عند مستشفى الجلاء التعليمي، وقلت كده اصور لكم بقى لبس اطفالي جميل. بصوا بقى القمصان دي حلوة قوي ب35 جنيه، ودي من ماركة جونيور. بصوا الحاجات دي هتلاقي بقى من نص الماركات، جونيور، ماكس، كل H&M. هتلاقي بقى هنا ماركات التيشيرتات القطن الجميلة دي ب35 جنيه يا بنات. وزي ما انتم شايفين كده الستاند فيه جميع الأعمار، جميع الأعمار، وفي بناطيل كتيرة جدا موجودة في الوكالة، بناطيل جينز تحفة. صورتها لكم برضو يا بنات، وهنزلها لكم الفيديو اللي جاي. بصوا التيشيرتات دي كان معظمها من ريد تيك زي ما قلت لكم، وماكس وماركات. وزي ما قلت لكم الوكالة عايزة عين تفضلي تبصي على الحاجة مرة واتنين وتلاتة، عشان ما تروحيش وتلاقي فيها عيب. ده كان بنطلون كان عيبه باين السوستة، وده كان كاتنج كده برضو ب35. بصوا التيشيرتات دي برضو ب35، اي حاجة من الستاند هنا. بصوا ده من ريد تاج يا بنات، وبرضو خامته حلوة ومفيش فيه اي عيب. زي ما قلت لكم الستاند فيه جميع الاعمار والمقاسات. الوكالة عايزة ايد، وعايزاكي تبقي نازلة كده ايدك فاضية خالص. البسي شنطة كده كروس، او شنطة مثلا على ظهرك، ده هيسهل عليكي كتير. وحطي الموبايل بتاعك والفلوس بتاعتك في الجيب،
جيبي البنطلون او جيبي الجاكيت بتاعك. يعني بصي لازم تبقي ماشيه كده مرتاحه في الوكاله عشان تعرفي تتفرجي براحتك. بصوا التيشيرت ده كان خطير ما يتسابش حقيقي، وكان واسع وكبير وشكله حلو والخامة بتاعته تحفة. بصوا حاجة زي كده كمان، بس ده كان مجرب شوية، الكحل بتاعه كان مجرب. زي ما قلتلك الوكالة عايزاكي تدوري وتبصي على الحاجة مرة واتنين وتلاتة، عايزة عين وعايزة ايد. بصوا ده كمان كان خطير، شكله حلو جدا على بنطلون جينز او شورت جينز، يا سلام على الشياكة والاناقة بجد خطير. بصوا حاجة زي كده من ماكس كمان يا بنات، ده من سن 11 12 سنة، حاجة قطن خطيرة. بصوا ده كمان برضو كان من جونيور، كان شكله حلو جدا وبكم كده وخطير. الستاند كله كان ب35 جنيه، انا مكنتش مصدقه فعلا سعره، لانه فعلا كان في حاجات خطيره وشكلها حلو، في حاجات ما تتشافش وفي حاجات فعلا كانت لقطه. ده كان حلو كمان شكله حلو. حاجه زي كده كان شورت جينز برضو، بصوا بجيب وبتاع حركات وحزام وحركات حركات حلوه يعني. بصوا ده كمان خطير، شكله حلو جدا، وليه حزام كان بيج كده كان محطوط وراه وكان شكله حلو. بصوا الشورتات دي بس كان شكله مجرب شوية، بس يعني ماشي الحال يعني. ده اتخطف اصلا، كان في بنت واقفة وشدته واتخطف. بصوا ده كمان كحلي كده ناقصه بس يتغسل ويتكوي ويبقى حاجة كده شكلها قمر للعيد. هنا بقى لبس بناتي، وانا وريت لكم لبس الولاد التيشيرتات القطن وكده. هنا بقى لبس البنات، لبس البنات كان خطير جدا شكله حلو، بلوزات جميلة ب35 جنيه، وكمان فساتين شكلها حلوة جدا، وجميع الاعمار يا بنات. زي ما انتوا عارفين الستاند كله بيبقى من اول سنة لغاية 11 12 سنة، وبرده كان في حاجات كده لقطة وفي حاجات فعلا ما تتشافش. الوكالة كلها كده يا بنات زي ما قلت لكم، فيها حاجات جميلة تطلعي بيها، وفي حاجات فعلا فيها عيب مجربة بايظة كده. بصوا ده كان خطير فيه كده ستراس وجميل، بس هو كان فيه بقعة لو هتتغسل بقى بكلور او حاجة وهتطلع تبقى حاجة كده يعني تمام. يا رب تكون جولة النهاردة عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وباي باي.